السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه، يعني قولوا عليها اقتصاديه، قولوا عليها موفره، قولوا عليها بقى مش محتاجه يعني مواعين كتيره ولا حلل كتيره ولا صواني ولا اي حاجه. يا دوبك كده الوصفه بتاعتي النهارده ان شاء الله هنعملها كلها في طاجن واحد. يعني هنعمل الرز وهنعمل البروتين وهنعمل كمان ال الخضار كله في طاجن واحد زي ما انتم شايفين كده. تعالوا في البداية خالص نبدأ ونقول بسم الله. هنجيب في الأول خالص 4 حبات من البطاطس، وطبعا قشرتهم وغسلتهم كويس وبدأت ان انا قطعتهم شرايح كده زي كأنك بتعملي صينية بطاطس بالظبط. طبعا بعد ما قطعتهم شرايح كده حطيتهم في طبق مية علشان برضو البطاطس بتاعتي ما تسودش، ولحد ما اجي استخدمها تاني. يعني بعد كده جبنا حلة على النار وبدأت ان انا احط فيها مية وورقتين لورا وحبيتين كده من القرنفل، وكان عندي مجين من الرز البسمتي. هنحط المجين يا دوبك يغلو غلوة كده، يعني الرز ياخد غلوة كده في المية، وهصفيه على طول وهسيبه برضو على جنب لحد ما ابدأ ان انا استخدمه. تعالوا بقى في الطاجن بتاعي اللي انا هعمل فيه الوصفة كلها، نحط شوية زيت، وهبدأ ان انا احط يعني حوالي قطعتين من البانيه، يعني يعتبر اقل كمان من ربع كيلو البانيه. قطعتهم قطع صغيرة كده وبدأت ان انا احطهم يتشوحوا في الطاجن، وعليهم رشة فلفل اسود ورشة من الملح. طبعا بنعرف ان الفراخ استوت اول ما لونها يبيض زي ما انتم شايفين كده. نبدا ان احنا طبعا بالتقليب المستمر، احس ان الفراخ خلاص بدات انها تبيض معايا وتستوي معايا. وبعد كده حطيت عليها يعني حوالي بصلايه صغيره قوي تتشوح كده وتدي طعم حلو كمان للفراخ. ابدأي ان انت بقى شوحي في الفراخ كده لحد ما تستوي معاكي وشيليها من الطاجن على طول. وطبعا في نفس الطاجن انا مش هغسله ولا يعني يا هو نكهة الفراخ اللي موجودة فيه هبدأ ان انا استخدم الطاجن برضو. يا دوبك زودته بس شوية زيت صغيرين كده، وكنت مقطعة بصلاية شرايح كده. بدأت ان انا ارص شرايح البصل في أرضية الطاجن، وعليها شرايح البطاطس اللي احنا قطعناها برضو في الأول. وبعد كده صفينا الرز وبدأت ان انا احط الرز كده على وش الطاجن. كنت مقطعة برضو بصلاية تانية صغيرة حطيتها على وش الرز، وكمان شوية من البقدونس بقى شوية صغيرين مش كتير قوي، يعني رشيهم برضو على الوش كده. وطبعا لازم بقى كل الحاجات دي نديها طعم حلو، يعني اديناها شوية بهارات كده زي ما انت شايفة. رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة كاري، وكان عندي صلصة مسبكاها في التلاجة طلعتها وبدأت ان انا ارش كده برضو رشة صلصة كده على الوش. وتعالي بقى نحط البروتين بتاعنا. حطينا الفراخ اهو، رصيناها برضو، وبعد كده نحط على الفراخ زي ما انتم شايفين كده. انا كنت هحط مكعب مرقة مع الرز بس نسيته، بس حطيته على الفراخ لما حطيتها. وبعد كده حطينا شوية صلصة تاني على الفراخ، ورصي بقى اخر رصة من البطاطس. كده خلاص خلصت الطاجن بتاعي المتكامل اللي فيه كل الوجبة الغذائية بتاعتي النهاردة. تعالي بقى نجيب حوالي كده مجين من المياه المغلية ونبدأ ننزلهم على الطاجن كده. طبعا علشان البطاطس عايزة تستوي وعايزة مادة سائلة ان هي تسويها. حطينا المية المغلية وخلاص كده الطاجن بتاعي تمام. سخني الفرن كويس جدا وغطي بالفويل وابدأي ان انت دخلي على الفرن على طول. وبعد ما هيطلع من الفرن زي ما انت شايفة كده طبعا باين عليه ان هو استوى. والبطاطس اهي ما شاء الله بصوا استوت خالص. دي اللي فوق، طبعا اللي تحت اكيد ان هي استوت اهو زي ما انت شايفه. وطبعا هطلع لكم الرز برضو ما شاء الله. عايزه اقول لكم الوصفه دي كانت ريحتها حلوه قوي، والطعم كمان كان مختلف كتير عن وصفات تانية بنعملها. ودي كانت وصفتي النهارده للوجبه المتكامله. يعني لو مستعجله ممكن تعمليها وهتقضي معاك الغرض وهتبقى طعمها حلو جدا. اتمنى تكون وصفتي النهارده عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله، واشوفكم على خير والسلام عليكم.